أهلا بأحلى متابعين لقناة صوت من زمن جميل. النهاردة معادنا مع حلقة جديدة من برنامج ساعة لقلبك. الحلقة اسمها ساكن قصادي، حلقة هترجع لنا الضحكة الحلوة المحترمة بتاعت زمان. أتمنى أن تستمتعوا بالحلقة، ويلا بينا نسمع الحلقة مع بعض. سيداتي سادتي، إذا كانت الناس كلها بتغني وتقول ساكن قصادي وبحبه، فاسمحوا لي أنا لوحدي أقول ساكن قصادي وعايز أقطم رقبته. بستجير يا حضرات الأفاضل من اللي ساكن قصادي وفلقني، اللي ساكن قصادي ومطققني. اللي ساكن قصادي أنا يا حضرات الأفاضل خدامة الست اللي ساكنة قصادي، ليل ونهار يخبطوا على شقتي عشان يستلفوا. ما يصدقوا يلاقوني راجع من الشغل ودخلت شقتي ما يبطلوش سلف. لسه قربها امبارح قاعد في البلكونه في امان الله، وقدامي نص قدح رز وقاعد انقيه، والباب خبط. اقول لكم الحقيقه، عملت مش سامع وقعدت انقي في الرز شويه صغيره، والباب خبط تاني. عملت نفسي برضه مش سامع وقعدت انقي في الرز، وشويه مفيش 5 دقايق وعلى غفله بصيت لقيت اللي واقفه جنبي جوه في الشقه وبتقول لي لا مؤاخذه يا سي فؤاد افندي. بسم الله الحفيظ. ايه ده؟ انت مين؟ انا خدامه ست زبيده يا الدلعادي، وبخبط على حضرتك من الصبح. وانت ازاي دخلت هنا يا وليه انت؟ فتحت الباب بالطفاشه يا سي فؤاد. بالطفاشه؟ وتفتحي الباب بالطفاشه ليه يا حراميه يا لصه؟ لا 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 لا، ايه اللي حراميه دي؟ هو احنا لا سمح الله داخلين نسرق؟ احنا داخلين نستلف بشرفنا زي كل يوم. يا ناس اختشوا على دمكم بقى، اعتقوني لوجه الله. ايه الكلام ده يا سي فؤاد افندي؟ دي الجيران لبعضيها. امري لله. نعم يا ستي، عايزه ايه؟ ست زبيده هانم اصلها خارجه ورايحه مشوار. طب ما تخرج يا ستي في 60 داهيه، هو انا ماسكها؟ لا بس بتمسي على حضرتك وبتقول لك بأمارة مشحات تعود كبريت، وانت خرمان ومش لاقي تولع السيجاره، تسمح تسلفها قميصك لفرنجي؟ قميص فرنجي؟ هتعمل بيه ايه بقى يا ست زبيده؟ هتعمله طرحه؟ لا، هتقطبه وتلبسه بلوزه. بلوزه؟ وليه ستك هباب دي ما تلبسش البلوزه بتاعتها؟ اصلها بس جديده وما يصحش تمرمطها. ما يصحش تمرمطها. انت قمت مرمط قميص انا. حاضر يا ستي، اتفضلي القميص ومع الف سلامه. مع السلامه. متشكرين قوي، ان شاء الله ما نعدمك ابدا يا سي فؤاد. شفتوا يا حضرات الافاضل، في ست في الدنيا تستلف قميص راجل عشان تلبسه بلوزه؟ ناقص كمان تاخد بنطلوني علشان تقطبه وتعمله شنطه. المهم رجعت تاني للرز، ولسه بنقي في الرز ودي رجعت تاني. لا مؤاخذه يا سي فؤاد افندي. مفيش فايده، مش هيتنقى الرز في سنته. نعم يا ستي. ست زبيده بتمسي على حضرتك وبتقول لك بأمارة مشحات نقعد كبريت وانت خرمان ومش لاقي تولع السيجاره، تسمح تسلفها مكنه الحلاقه بتاعتك؟ مكنه الحلاقه؟ لا هي ستك زبيده هتحلق دقنها؟ تحلق دقنها ايه يا استاذ؟ ايه؟ في ست في الدنيا تحلق دقنها؟ امال عايزه مكنه حلاقه ليه؟ تخرب بيها ملوخيه؟ ملوخيه ايه يا استاذ؟ ما تخلي مخك نضيف. ايه؟ انا قلت لك عايزه المكنه علشان ستي. امال عشان مين؟ لا عشان جوزها خارج معاها ولازم يحلق دقنه. يا صلاه النبي. طب اتفضلي يا ست المكنه. تاخدوش كمان بدله من بدلي؟ والله ما فيش مانع، بس لو سمحت يا سي فؤاد افندي تنقي له بدله ما تكونش مبقعه. امشي قطع لسانك. خدامه قالت الحياه. شفتوا السكان يا حضرات الافاضل وتقولوا لي ساكن قصادي وبحبه؟ ده انا عايز اكله بسناني، قميص ومكنه حلاقه وصباع روج، ناقص كمان يجوا يستلفوا البسكليته بتاعت المره دي. انا مؤاخذه يا سي فؤاد افندي. وبعدين بقى يعني الرز مش هيتنقى في سنته؟ بلاش اتغدى. نعم يا ستي. ست زبيده هانم بتمسي على حضرتك وبتقول لك بأمارة ما شحتوني عود الكبريت ساعه ما كنت خرمان ومش لاقي اولع السيجاره. نعم. لا ومش عارف تلاقي الرز. نعم. تسمع تسلفها البسكليته بتاعتك؟ البسكليته بتاعتي؟ انا ما قلتش حاجه، جالكوا كلام يا حضرات افاضل. وستك زبيده بقى يا وليه عايزه البسكليته ليه؟ اصلها رايحه فرح وهتاخدني وراها. طب ومش عيب ستك زبيده تخش الفرح وهي راكبه بسكليته؟ لا معلش، ما هو فرح واحد عجلاتي. اتفضلي يا ستي خدي البسكليته ومع الف سلامه. متشكرين قوي 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 يا سي فؤاد، ربنا ما يحرمنا منك ابدا. بقى بالذمه مش حرام؟ بسكليته بعجلتين تركبها ست وزنها 220 كيلو، ووراها كمان مقطف بتاع 90 كيلو، ويقولوا ساكن قصادي وبحبه. المهم رجعت تاني ولسه هنقي الرز اللي مش هيتنقى في يومه، ودي رجعت لي تاني. لا مؤاخذه يا سي فؤاد افندي. وبعدين بقى في قلبة المخ دي وبعدين. نعم يا ستي عايزه ايه؟ ست زبيده هانم بتمسي على حضرتك ايه بتقول لي بأمارة الكبريت؟ حافظها النهايه. نعم وبعدين؟ بتقول لحضرتك تسمح تسلفنا الكلب بتاعك شويه؟ الكلب بتاعي؟ وهتعملوا ايه بالكلب راخر؟ هتفسحوه؟
لا، هنحطه في الشقة عشان يهوهو، عشان الحرامية تسمعه وتقوم تخاف. متاسف والله، الكلب بتاعي سالفينه الجيران. الله بقى، طب مش تعمل حسابك يا سي فؤاد للطوارئ؟ هو ايه ده؟ لازم تبقى تخلي عندك كلبين 3. حاضر يا ست، حاضر. شفتوا سكان بالشكل ده يا حضرات افاضل؟ الكلب الاخر يستلفوه، قال عايزينه يهوهو لهم في الشقه عشان يخوف الحراميه. نهايته الوليه خرجت من هنا وانا رحت للرز. لا مؤاخذة يا سي فؤاد افندي. انت يعني وبعدين معاك يا وليه انت، هو انا مش هعرف انقي الرز ابدا؟ عايزين ايه تاني بقى؟ ست زبيدة هانم بتمسي على حضرتك وبتقول لك عارف عايزه ايه، خلصيني. بتقول مدام الكلب بتاعك مش موجود النهارده، ها تعالى حضرتك هوهو لحد ما نرجع. ودي كانت نهاية حلقتنا النهاردة، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم. وما تنسوش تشتركوا في القناة علشان ما تفوتوش الحلقات الجاية على قناة صوت من زمن جميل.